قدم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أداء رائعا ومشرفا في دور المجموعات من كأس العالم المقامة حاليا في تشيلي، رغم وقوعه في واحدة من أصعب المجموعات التي ضمت إلى جانبه كل من البرازيل وإسبانيا والمكسيك. فرغم صعوبة المجموعة ووصفها بمجموعة الموت، إلى أن المنتخب المغربي تمكن من تصدرها عن جدارة واستحقاق، حيث فاز المنتخب المغربي في المقابلة الأولى على المنتخب الإسباني بنتيجة 2-0. أما بالنسبة للمقابلة الثانية ففاز المنتخب المغربي على منتخب راقصو السامبا المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1 في مقابلة كانت صعبة على المنتخب المغربي. بالنسبة للمقابلة الثالثة فكانت شكلية للمنتخب المغربي، حيث انهزم بنتيجة 1-0 أمام المنتخب المكسيكي. هذا التأهل ليكون المنتخب المغربي الممثل العربي الوحيد في هذا الدور بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور المجموعات. أما بالنسبة للمواجهة المرتقبة في ثمن النهائي فسيواجه المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نظيره الكوري الجنوبي يوم 10 أكتوبر 2025 على الساعة 12 بتوقيت غرينتش. تأهلت كوريا الجنوبية كأفضل ثالث في مجموعتها الثانية برصيد 4 نقاط بعد فوزها على بنما وتعادلها مع باراغواي وخسارتها أمام أوكرانيا. وبالتالي فالمنتخب الكوري الجنوبي كان قويا في مجموعته، صراحة منتخب يحترم، وكذلك المنتخب المغربي له مميزاته وقوته ليفوز على المنتخب كوريا الجنوبية. وطموحات المنتخب المغربي يسعى أشبال الأطلس إلى مواصلة مشوارهم والنجاح في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى أدوار متقدمة، مما يعكس تطور الكرة المغربية على المستوى الفئات العمرية. هل تتوقعون فوز المنتخب المغربي على المنتخب كوريا الجنوبية؟ وهل تتوقعون فوز المنتخب المغربي بكأس العالم في هذه الدورة؟